حط شخص في بالك واكتب في الكومنتات استقبل الطاقة. يلا بينا كده نشوف هل في زواج بينك وبين حبيبك وامتى. اللي اختار الحجر البينك المجموعة الأولى، المجموعة التانية الحجر التركواز، هل في زواج بينك وبين حبيبك وامتى؟ يلا كده اللي اختار الحجر البينك، هل في زواج بينك وبين حبيبك؟ والله الشخص ده في البداية ما كانش عايز زواج خالص، هو شخص طياري جدا وعايز كل حاجة بسرعة وبيغير يعني موده متقلب، بيمل بسرعة وممكن هو اللي ابتعد عنك كده. بس الشخص ده لقى ان شخصيتك غريبة، يعني ما نفعش معاك اسلوب الهمجية بتاعه والعشوائية بتاعته والمعاملة البشعة اللي كان بيعملها، كل ده ما نفعش معاك. فالشخص ده شايف ان انت شخصيتك مميزة في ان انت تحط حدود لنفسك وتحترم نفسك وبتحترم مساحتك الشخصية، والشخص ده مش عارف يوصلك بأساليبه الهمجية. فشايف ان ما فيش حل معاك غير الارتباط الرسمي، بس هو ما كانش جاد خالص. انت اللي يعني معرفتش، يعني معرفش يطولك ومعرفش يوصلك ابدا، فمش لاقي حل غير ان هو يتجوزك يعني. في طاقة زواج رسمي امتى؟ خلال 8 شهور من وقت سماعك للقراءة، والبعض هيكون شهر 11 بإذن الله. طيب خلينا كده نشوف اللي اختار الحجر التركواز، هل في زواج بينك وبين حبيبك وامتى؟ هل في زواج بينك وبين حبيبك اللي اختار الحجر التركواز؟ هل في زواج بينك وبين حبيبك؟ والله انا شايفة ان العلاقة دي انتوا ممكن بالها طويل، يعني انت حد مستقر جدا متوازن نفسيا متزن لأبعد الحدود، ومش فارق معاك الشخص ده يتجوزك ولا لا، انت يعني متشافي في بعد كده آخر. ممكن شخص روحاني، شخص محقق أهدافك وطموحاتك في الحياة، مستقر ومتوازن جدا. ممكن العلاقة دي تكون للبعض ثلاثية لنسبة 30% من الفئة، العلاقة دي ثلاثية، والشخص ده انت صبرت معاه كتير وفي الآخر مخدتش حاجة غير انه زعلك. فالشخص ده ندم على المعاملة العشوائية اللي هو اتعامل بيها معاك، وانه ما كانش جاد في العلاقة. الشخص ده فعلا بيحبك. هل العلاقة دي ممكن توصل يعني هتوصل للزواج او استقرار؟ مش شايفة انها هتاخد وقت، لان الشخص ده ممكن ما كانش متحمل للمسؤولية، ما كانش جاد، فكر انه هيعرف يتخلى عنك او يبعد عنك وعادي. ولكن اللي حصل ان الشخص ده ندم لما العلاقة دي انتهت، وانت يعني قعدت فترة انت وهو متتكلموش، فهو حس بطاقة ندم لانه لسه بيحبك. الشخص ده هياخد وقت بس قبل ما ينضج ممكن انه ويتشافى. ففي طاقة زواج واستقرار، في طاقة زواج واستقرار امتى؟ شايفة انه الموضوع يعني هيطول شوية. ممكن للبعض يعني العلاقة دي ممكن يعني في شهر يوليو يحصل فيها زواج أو ارتباط، وممكن لو في طرف تالت ينفصل عن الطرف التالت، فالموضوع هياخد شوية وقت. اكتب في الكومنتات استقبل الطاقة.